يعني انا طبعا ما كنتش محضره حاجه. ولا انا والله زي ما محضر والله، انا صحيت قبل الحلقه مؤتمر. يعني انا بصراحه من اول دوره ما استاذ عمرو قال لي عن اجي لجنه التحكيم، كانت في دوره لا مش الفنانه العظيمه فريده فهمي. طبعا يعني فرحت جدا جدا ان انا هبقى في ملتقى زي ده، خصوصا لما حكوا لي عنه الثلاث دورات اللي قبليها، فطبعا شجعت جدا. وبما اني برضو انا يعني داعمه كبيره جدا للشباب والاطفال فانا كنت طبعا فرحانه جدا، وقلت لهم ان انا مش لازم اكون مثلا في اي لجنه، انتوا عايزيني في اي حاجه في الملتقى انا تحت امركم يعني، ودايما معاهم. وفي حاجه بجد لمصر حاجه رائعه جدا ان احنا نهتم بالشباب، وخصوصا كمان بشباب الجامعات بيعملوا عروض في منتهى الجمال. وبشكر الاستاذ مدحت بجد على الدعم الكبير جدا للشباب والمسرحيه الرائعه. ان شاء الله حاجه اشوفها بس من كتر الناس اللي سمعت الواحد بقى غيران ان هو ما راحش يعني، فان شاء الله حاجه. فيا رب كل الشباب، يعني انا عايزاكم تعملوا انتوا دعايه للملتقى وللشباب، كل حد يعرف حد في الجامعات او في اي حاجه، انتوا اعملوا دعايه نفسكم، طبعا مع الاعلاميين ان هيعملوا، لكن انا عايزه الشباب هم اللي يدعموا ملتقى الشباب. بجد حاجه رائعه لمصر ان هو حاجه على